أغرب 7 معجزات في خلق الإبل هتخليك تعرف ليه ربنا أمرنا بالنظر لخلق الإبل، وهل هي فعلا مخلوقة من الشياطين. رقم 7، لما تبص لوش الجمل هتلاقي عنده رموش مزدوجة، وده علشان تمنع أكبر قدر ممكن من حبات الرمل أثناء العاصفة الرملية، وحبات الرمل اللي تعدي من الرموش تلاقي قدامها جفن شفاف بيخليه يشوف وهو مغمض. أما مناخيره بقى فبيقدر يتحكم فيها، بيقفلها ويفتحها عادي، وطبعا ده بيساعده إن مفيش حباية رمل تدخل جوه مناخيره. ولو بصيت لودان الجمل هتلاقيها متغطية بالشعر علشان الرمل ما يعرفش يدخل برضه، يعني تحس إن الجمل عنده ماسك طبيعي ربنا خلقه له على راسه ووشه علشان يحميه من أي حبة رمل. سبحان الله. رقم 6، يشرب من غير ما يموت. بعد عطش طويل الشرب المفاجئ بيقتل اغلب الحيوانات، وطبعا احنا عارفين ان الجمل ممكن يقعد من 7 ل 10 ايام من غير ميه، فلما بيشرب كميه كبيره بتوصل ل 113 لتر ميه في 10 دقائق بس. والغريب انه ما بيحصلوش حاجه، وده لان خلايا دمه بيضاويه ومرنه غير البني ادمين كرويه، فبتستحمل التمدد السريع اللي بيحصل من ضغط الميه. زود على كده كمان اي كليه بتتدمر من الميه المالحه، الا كليه الجمل بتشرب ميه مالحه ولا بيحصل لها اي حاجه. سبحان الله. رقم 5، جسمه تكييف طبيعي، درجه حراره الصحراء بتوصل ل 50 درجه في النهار و20 درجه بالليل. الجمل بقى يعمل ايه؟ يعلي درجه حراره جسمه في النهار لحد 43 ويوطيها بالليل لحد 34، وده علشان ما يعرقش ويخسر الميه اللي في جسمه. يعني بدل ما يعرق ويضيع ميه يسيب جسمه يسخن شويه. دي المناخير بترجع بخار الميه للجسم اثناء التنفس، يعني حتى النفس ما يطلعش على الفاضي. ده حتى في الجفاف معظم الحيوانات بتفقد من 20 ل 30 لتر سوائل في اليوم، سواء عرق او بول او تنفس، لكن الجمل هو لتر واحد بس في اليوم، لدرجة ان البول بيبقى مركز جدا، والبراز عامل زي الخشب كده من كتر ما هو ناشف، كأن جسمه بيقول ولا نقطة تضيع هدر. شعره الكثيف اللي على جلده بيشتغل كعازل للحرارة، وارتفاع جسمه عن الارض بيعمل زي تهوية بتبرد جسمه من تحت. هو ما بيحاربش الحر، هو عارف ازاي يتعايش معاه. سبحان الله. رقم 4، ماكينة أكل طاحنة. الجمل يقدر ياكل صبار بشوكه، والشوكة الواحدة دي ممكن تخرم كاوتش عربية، بس هو ولا فارق معاه، وده لأن بق الجمل من جوه متبطن بزوايد جلدية قوية جدا وناشفة زي ملمس الخشب بالظبط، بتخليه يهرس الشوك من غير ما ينجرح. وكمان شفته اللي فوق مشقوقة نصين علشان يقدر يتحكم في الأكل الخشن ويقطعه ببراعة. ومش بس كده، دي معدته متقسمة ل3 غرف بتعيد تدوير الأكل مرة و2 علشان تطلع منه آخر فتفوتة غذاء، يعني مفيش حاجة بتترمي، كأنه خلاط صناعي شغال في قلب الصحراء. سبحان الله. رقم 3، الناس فاكرة إن السنم فيه مية، بس الحقيقة إنه مخزن دهون مركزة بتوصل ل 36 كيلو. الجمل لما بيجوع وما بيلاقيش أكل بيبدأ يحرق الدهون دي ويحولها لطاقة ومية، والمفاجأة بقى إن الدهون دي متجمعة في مكان واحد فوق ظهره علشان بقية جسمه ما يبقاش فيه دهون تعزله عن الحرارة، فيقدر يبرد جسمه بسرعة. يعني السنم ده هو خزان الطوارئ اللي بيخليه يمشي مئات الكيلومترات من غير تفويلة أكل واحدة. سبحان الله. رقم 2، رجل الجمل. رجل الجمل دي حكاية تاني خالص. أولا رجله طويلة جدا، وده علشان يبعد جسمه عن حرارة الرمل المولعة اللي تحت. ثانيا الخف بتاعه عبارة عن وسادة جلدية عريضة ومرنة، لما بيدوس بيها على الرمل بتفرش وما بتغرس زي أي حيوان تاني، كأن معاه كاوتش بالون مخصص للمناطق الرملية. والجلد اللي في بطن رجله سميك جدا ومضاد للحرارة، يعني يمشي على رملة بتغلي درجة حرارتها توصل ل60 وهو حاسس انه ماشي على سيراميك ساقع. سبحان الله. وقبل ما نعرف رقم 1 ما تنساش تعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة. وأخيرا رقم 1، الهضارة. لو شفت الجمل مطلع بالونة ورد كبيرة من بقه وبيرغي، اوعى تفتكر ان دي معدته طلعت من الجوع، دي الهضارة، جزء من سقف الحلق الرخوي، ودي حكاية تاني خالص. الجمل بينفخ الجزء ده بالهواء لحد ما يخرج بره بقه بالمنظر ده، وده ما بيحصلش غير في موسم التزاوج او لما يحب يفرض سيطرته ويقول انا الاقوى هنا. المعجزة ان الحركة دي بيصاحبها صوت الهدير القوي اللي بيتسمع من مسافات بعيدة، كأنه مركب مكبر صوت طبيعي في حنجرته. والاغرب بقى ان الهضارة دي بتفرز لعاب رغوي أبيض مليان رسائل كيميائية للجمال اللي حواليه، وفي نفس الوقت بتساعده يبرد جسمه في الحر الزيادة. يعني في حتة الجلد دي ربنا جمع له جهاز إرسال وأداة ترهيب ورادياتير تبريد. سبحان الله اللي خلى ببق الجمل هيبة مفيش زيها في أي كائن تاني. أما عن موضوع إنها اتخلقت من الشياطين، فالجمل ما اتخلقتش من الشياطين ولا حاجة. الحديث النبوي بيقول إنها خلقت من جن الإبل، وفي رواية تاني فإنها من الشياطين، والمقصود هنا طبعها الشيطاني. يعني التمرد والحدة مش المادة اللي اتخلق منها. يعني باختصار كل شيء خلق ربنا بيدب على الأرض مخلوق من الماء بنص القرآن الكريم. والله خلق كل دابة
حبة من ماء. وعلشان كده ربنا ما قالش أفلا ينظرون إلى الحيوانات كيف خلقت، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأن الجمل مش مجرد حيوان، ده كتاب مفتوح في التكيف والنجاة. قول لي بقى اسم السورة ورقم الآية اللي أنا قلتها، يلا ننشط الذاكرة وناخد شوية حسنات. ولو الجمل علمنا ازاي نعيش في أقصى الظروف، فالحيوان اللي جاي هيعلمنا ازاي نعيش مع بعض. حيوان اتظلم في قصة واتقال عليه إنه أكل وهو بريء، يا ترى مين؟ هنشوف الحلقة اللي جاية. ودي كانت الحلقة الأولى من سلسلة حلقات معجزات ربنا في خلق الحيوانات اللي موجودة في القرآن. أشوفكم الحلقة اللي جاية، وفي النهاية صلوا على الحبيب. ودلوقتي مع الدعاء. يا رب أرزقنا من واسع فضلك ما نتمنى، واكتب لنا الخير حيث كان، وأرضي قلوبنا بما قسمت لنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا.